لكن ظاهرة الجليد اللي بدأت قوتها تنتشر في أرجاء المكان بكاء وسخطا على اللي حصل لقريتها، حيث توعد النسل الشمالي بالانتقام من القبضة الشيطانية. وعند أصدقائنا من البعثة، والقائد سونغ بيبص بتوتر وقلق ناحية الداهية القبضة الشيطانية جو تشيون وو، وبيقول في نفسه ليه شخص زيه موجود في المكان ده؟ لكن بيقطع الصمت ده القبضة الشيطانية وبيقول سائلا هل أنت هو النسل الشمالي؟ وبس من سؤاله وانتشار هالته المرعبة في المكان بيقشعر القائد سونغ كأنه بينه وبين الموت شعرة، والقلق والتوتر والخوف ظاهر على ملامح وشه. بيقول في نفسه يا له من حضور مهيب، هل بيبحث عن جن بسبب اللي حصل في مدينة اليشم؟ ألا يجب أن يكون تحت المراقبة بعد إخضاعه من قبل التحالف؟ هو مش مجرد شخص، هو زعيم وقائد طائفة القبضات المحطمة، القبضة الشيطانية جو تشيون وو. هحتاج أخرج من الوضع ده بأسرع ما يمكن، مفيش لينا سبب نحط نفسنا في خطر لا داعي له. أولويتنا القصوى هي إننا نكمل مهمتنا من غير ما نتعرض لمزيد من الخسائر. بيقولها والخوف والتوتر ظاهر على وشه، حاله حال بقية أفراد السرية الحديدية. وعند الكبير تانغ والباحث ذو الثلاث عقول بيبصوا للي بيحصل. بيقول الباحث في نفسه لو كنت أتذكر بشكل صحيح فإن مجموعة الليل الصامت تنكرت في زي سكان مدينة اليشم وقاموا باختطاف التجار المسافرين عشان يحولوهم لمجانين، لكن بدلاً من معاقبة الأفراد بذبح المدينة بأكملها، يبدو أنه كان متأكد أنه من خلال القبض على أفراد الليل الصامت وتحرير كبار المسؤولين في مدينتهم أنه هيتمكن من كسب الثقة والاحترام في جميع أنحاء الموريوم، ثم يستغل التأثير ده عشان يتستر على أفعاله الشنيعة. لكن مع معرفة العالم كله بالوحشية اللي ارتكبتها الطائفة دي، ده هو السبب في إغلاق الطائفة لأبوابها بعد ما اهتز نفوذه وقوتها. ومع ذلك تم أخذ ابنه كمان، وهو ما بيزيد من كراهيته للتحالف السماوي المركزي. ما قدرش أتخيل مدى الغضب اللي بيشعر بيه، وربما بيحاول يلقي اللوم على جين في كل ده. كان الراجل يشبه الدب متعطشا للعنف، ويبدو أن الأمر على وشك أنه يصبح معقدا. لكن بكل أدب واحترام قام القائد سونغ بتحيته قائلا هذا هو السيد يونغ موسان، يظهر احترامه. للأسف الشخص اللي بتبحث عنه دلوقتي غير موجود في المكان ده، كان بيسافر معانا لبعض الوقت، لكن كان عنده بعض الأمور الشخصية يعالجها وغادرنا مؤخرا، وإحنا ما نعرفش وجهته أو مكان تواجده حاليا. ومع ذلك فإنه هيرجع لينا بمجرد ما ينتهي من أموره، وأنا متأكد إنه هيوصل في النهاية. ثم أضاف القائد سونغ لو كان ده غير مرضي ليك، ربما من الأفضل إنك ترسل بعض رجالك للبحث عنه. إحنا في مهمة حالياً لمرافقة السيد الشاب الثالث من جماعة التنين الأبيض التجارية، بالإضافة لعائلة تونغ من سيشوانا. بصله جو تشيون وو بنظرات عدم رضا من اللي بيسمعه. تابع القائد سونغ قائلاً أيها القائد العظيم، أرجو من طائفة القبضات المحطمة إنها تسمح لنا بمواصلة رحلتنا. أيها الوغد الحقير، هل بتحاول تهددني من خلال ذكر الأسماء التافهة دي لجماعة التنين الأبيض التجارية وعيلة التونغ من سيشوانا؟ بيقول القائد سونغ لم يكن هذا ما كنت أحاول أن ألمح إليه يا زعيم طائفة القبضات المحطمة. دعوني أدخل مباشرة في الموضوع. بسبب الأحداث الأخيرة أنا لست في مزاج جيد. لو لم أتمكن من التخلص من الغضب ده، لا أعتقد أنه يمكنني السماح لكم بالذهاب عن طيب خاطر. يبدو أنني سأحتاج لإخراج غضبي عليكم. لو فعلت ذلك فمن المحتمل أن يظهر النسل الشمالي نفسه. وبابتسامة ضاحكة شريرة بيقول أيها الشاب، يجب أن تتشرف أنك ستموت على يدي. ثم بيزيد اقتلوهم جميعا. بيسأل القائد سونغ انتظر، ما الذي تعنيه بهذا؟ ثم بكل توتر وخوف بيقول في نفسه القبضة الشيطانية. أيها الحقير، هل جننت؟ هل ستعصي أوامر التحالف السماوي المركزي بجدية؟ هل بتحاول تقلب البر الرئيسي ضدك أيها الوغد؟ بيأتي نائب القائد سونغ من خلفه وبيقولان إن ما يحدث غير منطقي تماما، يجب أن ندخل تشكيل المعركة في الحال. وبيقول القائد سونغ بصوت عالي اللعنة عليك من رجل خرف، كيف تجرؤ على فعل هذا؟ لقد قلنا لك لا نعرف أين ذهب، أردنا فقط أن نهتم بشؤوننا الخاصة، فلماذا تقوم بمثل هذا الهراء؟ ثم بيصرخ قائلا السرية الحديدية. وبنشوف الجميع دخلوا تشكيلة المعركة مستعدين للقتال. وبيقول القائد بعلو صوته هل أنت حقا القبضة الشيطانية، واحد من السماوات الشمالية الأربع العظماء؟
وبيقول جوت شيوون: كيف تجرؤ على ذكر اسمي بهذا الاستخفاف؟ يبدو أن الجميع قد نسي ما يعنيه واحدا من السماوات الشمالية العظماء. أيها الأوغاد الحقيرون، إياكم إياكم والتقليل مني. هذه القبضة وحدها هزمت المئات من جماعة الليل الصامت. السلام الذي تمتعتم به حتى الآن كان بسبب جهودي وقوتي، بدءا من أوغاد التحالف السماوي المركزي في محاولتهم لمعاقبتي على الإجراءات التي اتخذتها في مقاطعة ينام ورفضهم ترك الأمر يمر بسلام. أنا لن أترك كل شيء يذهب، لن أتغاضى بعد الآن عن أفعالهم، لذا بمجرد أن أقوم بالقبض على النصل الشمالي سأتولى أمر السماوات بأسلوبي. في الواقع هذا كان يجب أن يتم في المقام الأول. وبيقول بغضب شديد والبؤس يملأ وجهه: هذا هو السبب في أنه لا يجب التقليل أو السخرية من أي من أفعالي أو كلماتي، لأنني تجسيد العقل والعدالة والسلطة. بيقفز القائد سونغ عاليا صارخا مشهرا سيفه منقضا عليه. وفي مكان آخر وعند جماعة التنين الأبيض التجارية بيصرخ قائد الحرس جوت شيون وو: لقد أعماه الغضب، يبدو إننا لن نستطيع الحديث معه. يا حراس جماعة التنين الأبيض التجارية، ارفعوا سيوفكم استعدادا للقتال. وعند الكبير تانغ بيقول: الوحش الذي عاش حياته كلها يقتل الآخرين في ساحات المعارك، يبدو إنه يتبع رغباته الدنيئة بعد أن كان هادئا لسنوات عديدة. ولا حتى مجموعة من قطاع الطرق من الدرجة الثالثة هتروح للحد ده. أشعر بخيبة أمل كبيرة فيك أيها القبضة الشيطانية. وعند الباحث ذو الثلاث عقول بيقول في نفسه: يبدو إن فيه 20 فرد من جماعة القبضات المحطمة بالإضافة لقائدهم غورشيون وو. بافتراض إن القائد سونغ قادر على الصمود في وجهه، سيتعين علينا نحن 50 فردا من حراس جماعة التنين الأبيض، وكذلك 8 أفراد من السرية الحديدية مقاتلتهم. ثم بيبص لساحة المعركة وبيقول: يتكون محيطنا من أرض مسطحة وأشجار كبيرة على كلا الجانبين، وفيه نسيم لطيف في الهواء والطقس صافي وربما تمطر بغزارة. ثم بينادي على الفتى وبيقول: تعال إلى هنا، أنا متأكد إلى حد ما إنك حددت 17 مكان في طريقنا لهنا، صحيح؟ بيتعجب الفتى مون، وده بالرغم من إنه كان بيتحدث كل الوقت ده مع الكبير تانغ، إلا إنه كان مركزا متى لاحظ ذلك، وبيخبره: لدي مهمة لك، هل يمكنك الذهاب وترفق هذه الأشياء بالأماكن التي قمت بوضع علامة عليها؟ وبيديه مجموعة من الشرايط وبيقوم بالهمس في أذنه وبيخبره بباقي الخطة. لكن بيصاب الفتى مون بالتوتر: هذا صحيح، ولكن هل تعتقد أنني أستطيع فعل ذلك؟ ثم بيطبطب عليه الباحث ذو الثلاث عقول وبيقول: يمكنك فعلها يا مون، استمر في إخبار نفسك إنه يمكنك القيام بذلك، وفي نهاية المطاف سيصبح ذلك حقيقة واقعة. أنا أؤمن بك، لدي إيمان إنه يمكنك القيام بذلك. وببعض من التحفيز بينطلق الفتى مون. وعند جماعة السرية الحديدية اللي لسه واقفين ومستنيين قرار نائب القائد موهوان عشان يدي الإشارة لبدء الهجوم، لكن وقتها بيسمع موهوان صوتا بالتخاطر بينادي عليه. بيلتفت خلفه بكل تعجب وبيقول: رسالة تخاطرية؟ بيزيد الصوت: أيها المخطط الاستراتيجي للسرية الحديدية، السيد ذو القرار الحكيم، عندما أعطيك الإشارة تأكد من الهجوم مع القوة الكاملة. بيتعجب موهوان من الكلمات دي وبيقول: ما الذي تخطط له أيها الرجل؟ وعند الفتى مون اللي بينطلق في كل أرجاء المكان باحثا عن العلامات دي اللي وضعها على الأرض والشجر باذلا كل جهده، بيقوم بوضع الأشرطة على العلامات في الأماكن دي، وبيأتي راكضا ناحية الباحث وبيخبره إنه قام بلصق كل الأشرطة وسوف يذهب لوضع آخر شريطين على الشجر اللي موجود بكلا الجانبين من الطريق. بيتحمس الباحث وبيقول: حسنا، هيا لنبدأ العرض الآن. ثم بيرفع إيديه للسماء وبيقول: ها هي آتيتنا الآن. بيبص النائب للباحث: ماذا يفترض بي أن أفعل الآن؟ أسرع وأخبرني. وبنشوف تشكل سحابة من الغبار خلف فرقة السرية الحديدية، بيبص ليها أفراد طائفة القبضات المحطمة وبيقولوا: ماذا؟ هل هم مزيد من الجنود؟ هل هي التعزيزات؟ لكنهم بيفاجئوا بشيء غريب وبيبصوا بتمعن لأسهم بتخترق السماء، آلاف منها بتتجه ناحيتهم. بيصرف أحدهم: ابقوا في أماكنكم، هذه الأسهم لن تكون قادرة على اختراق
اختراق أذرعنا بسهولة. بيبدأ أفراد جماعة الطائفة القبضات المحطمة ياخدوا وضعية دفاعية خوفا من الأسهم دي، وبيحاولوا يتراجعوا عشان ينجوا بحياتهم، وبيخفضوا حذرهم تجاه أصدقائنا. بيقول الباحث ذو الثلاث عقول بالتخاطر لمهوان: الآن. وما هي إلا ثواني حتى صرخ النائب مهوان: الآن هي فرصتنا أيتها السرية الحديدية. بتبدأ جماعة السرية الحديدية بالهجوم، وبينقضوا على بعض منهم بسبب انشغالهم بالأوهام اللي صنعها الباحث ذو الثلاث عقول. وبيكون الكبير تونغ مذهولا من اللي بيراه بسبب الأوهام دي من السحاب الغباري والأسهم. وعند الباحث بيقول: لو قاتلنا هؤلاء الأوغاد من طائفة القبضات المحطمة، فعلى أرض الواقع الفرق في القوة سيميل لصالحهم. هم 20 فرد من القتلة المدربين. فرصتنا الوحيدة هي أننا نفقدهم تركيزهم ثم مهاجمتهم على الفور بلا هوادة. هذه ليست معركة حول الفوز، إنها معركة تحمل. يجب علينا انتظار وصول جين مون لأطول فترة ممكنة حتى يتمكن من الوصول إلينا. وبنشوف جماعة السرية الحديدية قد قاموا بإيقاع أولئك القتلة المدربين وهم غافلون. وفي خط ضم الهجوم المباغت ده، كان القائد سونغ قفز كالنمر موجها ضربته المباشرة نحو رأس الزعيم جورج شون وو، لكن الأخير وبحركة خفيفة بالكاد ترى من كتفه صد الهجوم بالحراشف الذهبية بتاعته، وبصوت غاضب قال: أيها الصغير الأحمق، إنك تبذل الكثير من الجهود في حركات لا فائدة منها. ثم تحرك نحوه بخطوات ثامتة ودون عناء دفعه للوراء، ثم سدد له ضربة بقبضته المجردة، ضربة جعلت جسد سونغ يرتطم بالأرض بعنف كأنما صدم بصخرة عظيمة. قال بعدها بسخرية: أنت مجرد مبتدئ، حركاتك يمكن لأي طفل أن يتنبأ بها. لكن وسط الركام ومن بين غبار المعركة ظهر سونغ مجددا ينقض كالوحش بتقنية روح مخلب التنين، وعيناه تشتعل لهبا. إلا أن جو وونو بخبرة سنوات المعارك الطويلة تفادى الهجوم بخفة. تراجع القائد سونغ للخلف يقفز ليأخذ مسافة، والدم يقطر من أنفه. وعندها قال جو وونو بنظرة مشتعلة بين الغضب والحماسة: أنت أقوى قليلا مما توقعت، يبدو أن هذا سيكون تمرينا جيدا لي. ثم أضاف: أنت تستحق أن تتذوق طعم قبضتي المحطمة. وقف سونغ مجددا متخذا وضعيته القتالية، ثم صرخ: لا تجرؤ على التقليل مني أيها العجوز الحقير. وكان من الواضح إنه أصيب ببعض الأضرار الداخلية. وأثناء احتدام القتال بين الطرفين كان الفتى موني يجري بأقصى سرعته نحو الشجرة الأولى حتى ألصق عليها تلك الشرائط. وفي تلك اللحظة ظهر أمامه رجل ضخم من فرقة القبضات المحطمة، صاح بغضب: أنت أيها الطفل، ما الذي تفعله بحق الجحيم؟ قبضته كانت مشدودة مستعدا لسحق موني بضربة واحدة، لكن قبل أن ينفذ ضربته قفز عليه الكلب تو وعض يده بكل قوته راميا إياه بعيدا. غير أن تلك اللحظة كانت كافية لكشف دفاعات ذلك الرجل. استغل الفتى موني الفرصة وانقض عليه ملوحا بسيفه بأقصى قوته نحو ذلك الرجل الضخم، لكن يا للأسف بيد واحدة صد الرجل الهجوم وأمسك بالسيف. ابتسم بسخرية وقال: كيف تجرؤ؟ هل تظن أنك قادر على جرح جسدي الذي صقلته بطاقة اليانغ الفولاذية وقبضة 100 يوم؟ رفع قبضته ثم ضرب الفتى موني ضربة عنيفة قذفته بعيدا وزلزلت الأرض من تحته حتى حفر حفرة وسط التراب. ولكن من بين الغبار والحطام نهض موني متأثرا بإصاباته ودمه يقطر، وفي رأسه تتردد كلمات جين مون: لا يمكنك إنجاز شيء عندما تكون متعجلا، يجب أن تكون هادئا عندما تشهر نصلك، عندما تمد ذراعك أكثر تزداد قوتك، كفاك تصلبا، الصلابة تبطئ ردود أفعالك. ولم ينسى تلك الإرشادات، ثم تذكر كلمات الباخث ذو العقول الثلاثة، تذكر الحافز الذي دفعه للوقوف مجددا. قبض على سيفه بكل قوته وعيناه تشتعلان بنظرات حادة. انطلق الاثنان نحو بعضهم البعض، وفي حركة خاطفة مستهدفا قبضة ذلك الرجل صرخ الرجل الضخم بغضب: أنت أيها الغبي الشقي، أخبرتك أن جسدي منيع ضد القاطعة.
لكن قبل أن يكمل كلمته فوجئ هو وفوجئنا جميعا. سيف الفتى مون قد اخترق ذراعه بالفعل، قطعه بالكامل بضربة واحدة جعلت صرخات الألم تنفجر من الرجل وتعلو أرجاء المكان. الخوف بدأ يملأ وجه الرجل، حاول بسرعة أن يسدد لكمة مباشرة نحو الفتى مون، لكن الفتى مون اختفى من أمامه في لحظة، تفادى الضربة بانسيابية واقترب منه وغرس سيفه عميقا داخل بطنه. الرجل تراجع مترنحا، لكن لا يزال فيه بقية روح. وفي تلك اللحظة جاء الكلب تو يركض بسرعة واصطدم بكل ثقة بالفتى مون، مما دفع الفتى مون للأمام حتى اخترق السيف صدر الرجل من الجهة الأخرى في مشهد يشفي الصدور. سقط الاثنان على الأرض، نظر الفتى مون إلى ما فعله وعيناه ترتجفان. كاد أن يفقد صوابه. كانت هذه المرة الأولى التي يقضي فيها على إنسان بيديه الاثنتين، لكن لم يترك له وقتا للتفكير. الكلب تو انقض عليه وهو يصرخ: لدينا مهمة يجب أن نكملها. تذكر الفتى مون مهمته، الشجرة الثانية على الجانب الآخر من الطريق. شد قبضته على سيفه بقوة واستجمع ما تبقى من شجاعته وانطلق ليكمل ما بدأه. وبعد لحظات وفي مكان آخر عند الباحث ذو الثلاثة عقول كان صدى ضحكاته يملأ المكان. شعر أن الفتى مون أكمل مهمته بنجاح. ابتسم ورفع إيديه نحو السماء، ثم قال بالتخاطر موجها كلامه للنائب مهوان، حيث صرخ الأخير بقوة: فرقة السرية الحديدية إلى الخلف، تراجعوا الآن. وفعلا قفز جماعتنا للوراء مبتعدين عن جماعة القبضات المحطمة، تاركين بينهم مسافة كبيرة. رجال القبضات المحطمة كانوا في حيرة، حدقوا فيهم وهم بيتساءلوا ما الذي يخططون له الآن؟ ولكن يا له لما رأوه، كفان عملاقتان ظهرتا فجأة، واحدة من اليمين والأخرى من اليسار، تطبق عليهم كأنهم مجرد حشرات. بعض رجال القبضات صاحوا: تبا لهم، مجرد أوهام، لا داعي للهروب. لكن كلماتهم لم تكتمل من الصدمة، حيث سقطت أشجار عملاقة قدامهم قطعت الطريق تماما، فصلت قواتهم عن فرقة السرية الحديدية. الأمر لم يكن وهما، كانت السرية الحديدية قد قطعت أكبر شجرتين من الجانبين وسدت بهما الطريق. في تلك اللحظة نقل الباحث ذو الثلاثة عقول رسالته بالتخاطر للنائب مهوان: الآن بعد أن فقدوا حذرهم اقضوا عليهم جميعا. دوى صراخ النائب مهوان في الأرجاء: اهجموا! وانقض جنود سرية الحديدية كالأمواج عليهم. وفي مكان آخر داخل ذلك الكهف السحيق كان غضب جين مون قد بلغ عنان السماء. شعر بشيء خلفه، استدار بسرعة ليجد تشونغ إن قد سقط قدامه. كان يتتبعه خلسة بعد أن حس بتلك الطاقة الهائلة التي تسربت من سيف جين مون، زهرة الجليد، وإنها نفس طاقة تشي التي استحوذت عليه سابقا في أول مرة حين لمس زهرة الجليد في أول لقاء له مع جين. استل السيد هوانغ سيفه موجها إياه نحو تشونغ إن، لكن قبل أن يتحرك تدخل جين مون بسرعة وأوقفه قائلا: لقد كان يتبعنا منذ فترة، لا بأس، إنه مساعدي. صرخ عليه تشونغ إن بغضب: تبا لك، أنا لست مساعدك، كنت فقط أراقبك. وخارج الكهف ارتفع صراخ الغراب جاي عاليا يحوم فوق المكان، يحاول أن يحذر تشونغ إن بصراخاته المستمرة. صاح الغراب بأعلى صوته محذرا: طائفة القبضات المحطمة تحاول القضاء على البعثة. ما إن وصلت الكلمات إلى أذن جين مون حتى اتسعت عيناه بصدمة. دون أي تردد انطلق بكل سرعته إلى خارج الكهف، وما إن خرج حتى لاحظ الغبار يتصاعد في الأفق. أصيب بالدهشة مما تراه عيناه، كل شيء قدامه كان ينبئ بكارثة. قفز عاليا بقوة هائلة حطمت الأرض من تحته، وانطلق كالسهم مسرعا نحو البعثة، وأعينه تشتعل بغضب لا يوصف. وعند القائد سونغ كان يقفز عاليا ملوحا بسيفه عدة مرات، مطلقا تقنيته الشيطانية الفتاكة شفرة التنين. انطلقت الشفرة القاتلة نحو الزعيم جو شيون وو، لكن الزعيم لم يتحرك.
أرجع يده للخلف فقط وانقض بيده إلى الأمام بقوة. حركة واحدة فقط جعلت هجوم القائد سونغ يتلاشى كأنه لم يكن. سونغ أصيب بالدهشة لكنه تمالك نفسه. انتقل خلف الزعيم محاولا مباغتته بالسيف، لكن خبرة المعارك لا تخون الزعيم. قال بنبرة باردة: سواء قرأت هجومك أم لا، طالما أنا الأقوى لا شيء يهم. ثم التف بسرعة رهيبة قافزا ملتفا في الهواء. اصطدم الاثنان، سونغ بسيفه والزعيم بقبضته، لكن الغلبة كانت للزعيم. الغلبة كانت للقوة الغاشمة. بيده فقط غرس القائد سونغ في الأرض بقوة ساحقة، لكن سونغ نجح في صد الضربة جزئيا. ورغم الصدمة العنيفة، سونغ وهو يتألم قال: تبا لك، كيف لا تصبح أضعف مع مرور السنين؟ الزعيم غضب أكثر: هل هذا كل ما لديك؟ يبدو أنني بالغت في مدحك. اندفع نحوه مرة أخرى، دمر الأرض من تحته، لكن سونغ قفز للخلف محاولا تفادي الهجوم. لقد تمكنت من تفادي واحدة على الأقل. لكن فجأة شعر الزعيم بشيء خلفه. التفت فرأى أن السيف الآخر للقائد سونغ مغروسا في عباءته، مشتتا انتباهه للحظة. سونغ استغل الفرصة وانقض بهجومه المدمر، ذبح الشيطان الفوضوي. الأرض اهتزت بقوة وتزعزع الغبار من تحت الأقدام. استنزف فيه كل طاقته وسقط على الأرض متأثرا. لكن من بين الغبار كان الزعيم واقفا كأن شيئا لم يكن. تصدى للهجوم بحراشفه الذهبية فقط. أمسك عباءته الممزقة وقال ساخرا: لقد كبرت حقا. سونغ نظر إليه مذهولا، يقول وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة: سحقا، ليس فقط قد صد هجومي، بل يبدو أيضا أنه غاضب. وقبل أن يكمل تفكيره انقض عليه الزعيم، وبضربة مدمرة من الحراشف الذهبية طار سونغ أميالا للوراء.